مس السعادة من قناتكم صناعة السعادة الأم كيان. النهاردة بإذن الله هنعمل كيكة خفيفة مع بعض، كيكة عادية ممكن الواحد يشرب بيها كوباية شاي العصر أو يفطر بيها الصبح، والمقادير بتاعتها موجودة في كل البيوت، وكمان ما بتاخدش معانا وقت، وتكلفتها بسيطة، وممكن كمان نزينها بأي نوع من الصوصات، صوص شوكولاتة، صوص لوتس، صوص فراولة، زي ما انت تحبي. وممكن كمان تتاكل كده من غير تزيين. هنسمي الله وهنصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام، وتابع معنا الفيديو للاخر. هقولك على كل التكات اللي تخليها ما تهبطش معاكي، وكمان تطلع هشة وجميلة. المكونات بتاعتنا: اول حاجة عندي 4 بيضات، طبعا كوبايات، كلها كوباية معيار واحد. ممكن تستخدمي انتي كوباية واحدة تعايري بيها كل المقدار، بس المهم ان تكون الكوباية هي نفس الكوباية اللي بتعايرك بيها كل المقادير. عندي كوباية من السكر، كوباية الا ربع من الزيت، كوباية لبن، كوبايتين دقيق، وعندي بيكنج باودر، وعندي فانيليا، وعندي نص ليمونة. اول حاجة هنحط ال4 بيضات، وبعد كده هنعصر عليها نص ليمونة. طب النص ليمونة دي طعمها هيبان؟ لا خالص، بس كل الفكرة اني ما بتخليش للبيض ريحة. بعد كده هنضيف الفانيليا، وبعد كده هنضيف السكر، وهنضربهم مع بعض لغاية ما يصبح القوام بتاعهم كريمي، على الأقل لغاية ما نتأكد ان حبيبات السكر كلها دبت في البيض، لاني لما بتدوبش بتقعد في الكيكة وبتظهر ساعات كتير، بتكون سبب ان هي تهبط معاكي في الفرن. فلذلك لازم نتأكد ان السكر داب كويس في البيض، وما بنحطش السوائل قبل ما نتأكد عشان يدوب معانا. بعد كده بننزل بكوباية الا ربع من الزيت، وننزل كوباية من اللبن، بنخلط الخليط كله مع بعض لغاية ما يصبح متجانس. بعد كده بنبتدي ننزل الدقيق حباية حباية. طبعا انا نخلت الدقيق ده مرة واتنين عشان خاطر حبيبات الهوا تدخل بين حبيبات الدقيق، وتبقى الكيكة معايا هشة. تمام، بس هننزل بالدقيق حباية حباية، مش بننزل بيه مرة واحدة، جزء وبنضرب بالمضرب، جزء وبنضرب بالمضرب، لغاية ما بنخلص كمية الدقيق كاملة. بعد ما نتأكد ان هي اتخلطت مع بعض، بنستخدم بيكنج باودر. وانا بالنسبة لي احسن بيكنج باودر بيكون دريم، لان فيه محسن كيك بيساعد الكيك ان هي تبقى عالية وما تهبطش معاكي في الفرن، في نفس الوقت تبقى هشة. بنضرب حاجة بسيطة، وبعد كده بنضرب بالمضرب على الهادي. بعد ما بنخلص بنجيب الصينية اللي هنستخدمها، بحط فيها حتة سمنة من تحت ورشة دقيق بسيطة عشان خاطر ما تلزقش معايا الكيكة. بننزل بالعبارة بتاع الكيكة كامل. تمام، وبنوزع. طبعا انا عندي هنا الصينية دي كانت اصغر شوية من العبار، لاني بعد ما كبيت العبار كامل اكتشفت ان هي عند ما هتبتدي تزيد هتبتدي تتكب من برا. فرحت عملت ايه، اخدت منها جزء صغير في شكل تاني من الكيك، عشان لما ترتفع معايا الكيكة تديها مساحة. وحطيناها في الفرن في الرف اللي في النص. اول حاجة شغلنا الفرن على درجة حرارة 240. بعد كده اول ما حطينا الكيكة خليناها على درجة حرارة 180. اخدت نص ساعة في الفرن لغاية ما استوت. طبعا ما بنفتحش على الكيكة الا لما بنشم ريحة الكيكة بتظهر في المكان. بنشغل عليها من تحت الاول، وبعد كده بنشغل الشواية من فوق 3 دقايق. بنستخدم خلية اسنان عشان نتأكد انها استوت. بكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا. يعني عجبك الفيديو متنساش تحطوا لايك واشتراك وتفعلوا الجرس. باي.